السلام عليكم. هذه الأخبار الكويسة والطيبة اللي خرج نسمعها ونقولها لكم. بشراكة إماراتية سورية سيتم إطلاق فلاي شام بأسطول طائرات من شركة إيرباص A320، طائرات حديثة، أسطول كبير. علما أنه الأسطول السوري متهالك على نظام أو على يد النظام البائد الهالك. كانت الطائرات عندنا قديمة جدا، عددها قليل جدا، وكانوا محتكرين البلد لهم كعائلة وليس كبلد ينافسون به البلدان الثانية. فكانوا يعتبرون البلد أنه يمنعونها من التطور. ما لازم تتطور سوريا نهائيا. يعني سوريا فعليا هي تعيش بعام 1970، ومنذ دخول رأس السنة هذه بلشنا بال2025. يعني نقدر نقول أنه الآن حتى تحررت عجلة الاقتصاد عندنا، وراح نتطور بإذن الله ونواكب العالم بإذن الله. لأنه الشعب السوري شعب جبار، شعب يشتغل، شعب مثقف، شعب دار العالم. جته فرصة حتى يتعلم، يأخذ خبرات من تركيا ومن الخليج ومن أوروبا ومن أمريكا ومن كندا، وحتى بالصين وفي اليابان هناك سوريين. نتمنى من الكل أن يجمع خبراتهم ونرجع ونعمر بها بلدنا بإذن الله، حتى تكون منارة العالم، حتى تكون يعني هي درة الشرق الأوسط. كما كانت بالسنوات السابقة جدا، كانت هي دمشق العاصمة الأقدم التي تجمع العالم كلهم. اليوم بإذن الله يجب أن تعود كما كانت بل وأكثر. العالم بيننا وبين الدول الثانية إخواني مشاوير كبيرة جدا، فلازم يكون العمل متواصل ليل مع نهار. ما في مجال للفساد، ما في مجال للرشوة، ما في مجال للتقاعس، ما في مجال لكبت الخبرات، ما في مجال لوضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب. هاي بإذن الله لن تكون. العالم وصلت مراحل متقدمة جدا، ونحن لازلنا استلمنا البلد يعني وضع تعيس جدا، وضع تعيس جدا. كل شيء، المشافي قديمة، الإنشاءات قديمة، الاتصالات قديمة، البنية التحتية قديمة، سكك القطار قديمة، حتى التعليم قديم. كل شيء بسوريا كان يدل على أنه نحن نعيش بعام 1970. ما تغيرنا نهائيا عن ذاك التاريخ، باستثناء أنه الزمن يتغير، لكن الأرض عليها شيء نهائيا ما قام يتغير. فبإذن الله راح يكون التطور، وقت التطور راح يكون هو الهدف والشغل الشاغل للناس بهذه الفترة. هاي أولا. ومن ثم البارح لسه وزير الاتصالات بلشوا يشغلوا 5G بسوريا، وهذا شيء ممتاز، لأنه بلد بعد مدمرة ومحطمة ومسروق الخزينة فورا تبلش بال5G. فهذه خطوة ممتازة. إنه فورا تبلش بما انتهت عنده العالم، هذا يعتبر بحد ذاته انتصار. انه انت تجي تبلش من حد ما انتهت عنده العالم، مو حد ما ترك عنده النظام. لانه النظام اذا تركنا لازم نفوت بال2G، وتركنا على ال1G، على ال2G وعلى 3G وعلى ال4G وعلى لا، هو احنا بلشنا من اول، من اخر ما انتهت العالم اخذناها وكملنا فيها الحمد لله.